السلام عليكم، معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده يا شباب هنلعب لعبه ماينكرافت. بس قبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك ويلا بينا نبدا. في الحلقه اللي فاتت يا شباب كنا عملنا البيت اللي هو ده يعني، وعدلنا شكله وخلينا شكله كويس كده بدل اللي فات يعني. وعملنا كمان يا شباب الشيست اللي جوه ده وحطينا فيه الموارد بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. فالنهارده يا شباب محتاجين نعمل مزرعه كده نزرع فيها يعني. وعشان نزرع كده ويكون معانا ادوات يعني المفروض ان احنا نروح الكهف كده ونستكشف فيه ونجيب ايرون، لان الايرون يا شباب مهم جدا يعني. اولا ممكن يساعدنا في الزراعه كتير جدا، وممكن نعمله يعني درع كده نلبسه يعني عشان يحمينا من الوحوش وكده. وممكن كمان يا شباب نعمل منه دلو يعني عشان نشيل فيه الميه ونحطها عند الزرع يعني عشان نزق الزرع يعني اللي احنا نزرعه. فدلوقتي خلينا نروح ونشوف فين موجود الكهف وفين هنستكشفه يعني. المفروض ان احنا دلوقتي يكون معانا درع او اي حاجه، بس للاسف مش معانا ايرون يعني، فاحنا هنروح نجيب ايرون. خليني دلوقتي ادخل جوه واعمل بيكاكس واكس كمان ممكن لو احتاجته. وبعد ما اعملهم واروح يعني لازم اقفل الباب عشان ما اسيبش كده الباب مفتوح يعني ووحش يدخل لي جوه وادخل جوه الاقي وحش يعني، معلش. فدلوقتي خلينا نقفل الباب عليا كده ونروح عند الكرافتنج تيبل ونعمل اكس وبيكاكس. تمام، دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين صنعت اكس وبيكاكس وسيف، وخليت معايا برده سيف وبيكاكس احتياطي يعني لو اتكسروا مني في الكهف يعني. وربنا يستر كده ونروح الكهف وما نموتش يعني ان شاء الله. فدلوقتي خلينا نقفل الباب ورايا زي ما قلت لكم ونروح دلوقتي على الكهف عشان نستكشفه ونشوف الكهف جواه ايه. دلوقتي يا شباب ما بعدتش كتير يعني، البيت موجود هناك اهو، ولقيت كهف هنا ورايا، لكن يا شباب شكله كبير جدا وربنا يستر وما يطلعناش زومبي ولا اي حاجه. فدلوقتي خلينا نكسر ونشوف. دلوقتي لقيت فحم يعني زي ما انتم شايفين كده ممكن نحتاجه. والله يا شباب زي ما انتم شايفين يعني الكهف ضلمه جدا، فاضطريت ان انا امسك شمعه كده في ايدي يعني او شعله يعني في ايدي. ودلوقتي خلينا نكسر الفحم اللي احنا لقيناه دوت عشان ناخده يعني معانا ونشوف برضو لو لقينا ايرون يعني، لان اهم حاجه الايرون بصراحه يا شباب. مش معايا ايرون ودي مشكله كبيره. المشكله يا شباب ان انا ماسك الشمعه ومش ملاحظ فيها اي حاجه يعني. وزي ما انتم شايفين لقيت سكيلتون والله وبيضرب بالسهام يعني، فخليني دلوقتي اجري منه كده. خليني يا شباب اقف هنا واستناه وامسك السيف يعني. من اول لما يجي هننزل عليه كده واقتله يعني. زي ما انتم شايفين دلوقتي بضربه. المشكله ان هو يا شباب معاه سهم يعني وبيدمجني جامد يعني. زي ما انتم شايفين يا شباب قتلته، لكن على اخر حاجه يعني كان هيقتلني خلاص. والاسهم بتاعته زي ما انتم شايفين اهي اخترقت حتى الستون يعني، فما بالكم كانت هتعمل فيها ايه. لكن الحمد لله يعني قدرت اقتله. فدلوقتي خلينا نطلع فوق شويه كده وناكل لحمه وبعدين ننزل تاني يعني. دلوقتي يا شباب اكلت زي ما انتم شايفين ولقيت فحم تاني يعني، فممكن نكسره برضه عشان ناخده. والله يا شباب طلع لي سكيلتون تاني يعني، واضطريت اطلع بره لان السكيلتون يا شباب يعني بيضررني جامد وبينقص دمي على طول في ثانيه يعني. والمشكله السيف اللي معايا ضعيف جدا يعني بصراحه، يعني مضطر اضربه بتاع 20 ضربه كده ولا حاجه عشان يموت يعني. زي ما انتم شايفين اهو مكانه هناك وعمال يضربني برضه. خلينا دلوقتي احاول اقتله يعني كده. حاولت ان انا اقتله يا شباب، لكن زي ما انتم شايفين برضه نقص القلوب بتاعتي جامد حتى بعد ما اكلت كل اللحمه اللي معايا يعني. مش معايا اي اكل تاني بصراحه. 2 hours later. تمام، دلوقتي يا شباب رحت اكلت يعني وظبطت القلوب بتاعتي ورجعت للكهف تاني. فدلوقتي خلينا ننزل وربنا يستر يعني وما يطلعناش سكيلتون تاني، لان بصراحه زهقت منه يعني. دلوقتي يا شباب بعد ما حطيت الشعله هنا يعني دلوقتي خلينا نروح نستكشف يعني، ويا رب ما يطلعليش سكيلتون تاني لان بصراحه زهقت منهم. وزي ما انتم شايفين كده سكيلتون تحت يعني. لسه بقول ما يطلعليش سكيلتون، طلع لي سكيلتون. بس دلوقتي خلينا نروح نقتله يعني، نحاول كده نقتله. زي ما انتم شايفين مات يعني الحمد لله. ودلوقتي يا شباب مش شايفين حاجه، فخليني دلوقتي انور هنا كده واحاول انزل يعني. الكهف يا شباب عميق جدا يعني، انا نشوف نزلت قد ايه ولسه ما فيش اي حاجه يعني، ما لقيتش اي حاجه قيمه. واخيرا زي ما انتم شايفين كده لقيت ايرون يعني. دلوقتي خلينا نكسر الايرون وناخده بسرعه ونمشي يعني بصراحه، لان انا زهقت من السكيلتون يعني اللي عمال يطلع لي. فدلوقتي خلينا نكسر الايرون كده زي ما انتم شايفين. كسرنا الايرون ولقيت تاني برضو. اخدنا يا شباب كل الايرون اللي موجود هنا يعني، وزي ما انتم شايفين جمعنا 12 واحده. لكن يا شباب مش حاسسهم انهم كفايه، فممكن ادور كمان يعني. بس على الله كده ما يطلعناش سكيلتون تاني. دلوقتي خلينا ننور كده المكان. وزي ما انتم شايفين لقيت ايرون تاني برضو في مكان قريب هنا، فخلينا دلوقتي اكسره. الظاهر يا شباب ان في ايرون كتير في الكهف ده يعني، عمال اكسر ايرون بصراحه يعني. كويس ان احنا نزلنا الكهف ده. 2 hours later. دلوقتي خرجت من الكهف والبيت قريب يعني زي ما انتم شايفين، وجمعت شويه ايرون حلوين لكن مش كفايه يعني. والكهف ما طلعش فيه اي حاجه تاني، فممكن ندور على كهف تاني يا شباب يعني، ندور فيه كده. دلوقتي يا شباب الظاهر ان انا لقيت يعني كهف تاني كده، لكن الاكل بتاعي برده مش تمام والقلوب بتاعتي ناقصه قلب واحد. فدلوقتي خليني اكل يعني من الخرفان اللي انا اصطادتها. تمام، دلوقتي يا شباب خليني اكل كده. اصطادت يا شباب فرخه يعني من اللي كانوا موجودين هنا واكلتها نيه من غير ما اشويها، وزي ما انتم شايفين جالي تسمم يعني. لكن ما علينا، التسمم مش بيضرني قوي يعني. فدلوقتي خلينا نروح ونستكشف الكهف دوت ونشوف فيه ايه. والله يا شباب الكهف شكله كبير جدا وضلمه يعني، ومش عارف ازاي انزل بصراحه لان مفيش اي حاجه. فدلوقتي خلينا نحط ستون وانزل عليه يعني. دلوقتي يا شباب لقيت ايرون تاني يعني، وزي ما انتم شايفين في ميه جوه الكهف. مش عارف، استنى انور لكم كده عشان مش عارف انتوا شايفين ولا لا. زي ما انتم شايفين كده في ميه نازله جوه الكهف يعني، مش عارف ازاي، لكن المهم ان انا لقيت ايرون يعني. فدلوقتي خلينا نكسر الايرون ده كمان. ولقيت ايرون كمان يا شباب في الارض زي ما انتم شايفين هنا يا شباب. والله زي ما انتم شايفين الكهف يعني كبير جدا لتحت جدا يعني. وبدات اشك يا شباب ان في يعني دايموند تحت يعني. زي ما انتم شايفين الكهف كبير جدا 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 يعني.
بس انا جمعت ايرون كتير، ودلوقتي دمي ناقص جدا ان انا عمال اقع واقابل سكيلتون وحالتي حاله يعني، فخليني احاول اطلع من الكهف وبعدين اروح اكل يعني واظبط نفسي كده وبعدين ارجع تاني. دلوقتي يا شباب رجعت البيت يعني وظبطت الاكل بتاعي وكده، لكن بصيت من الشباك كده وفي اندرمان واقف قدام البيت يعني. دلوقتي يا شباب خليني اشوي الايرون بس عشان استفيد منه يعني، وخليني احط الايرون كده واحط الفحم موجود هنا كده. يا شباب جبت شيست تاني يعني حطيته هنا كده. الشيست ده كان بره يعني زي ما انتوا عارفين، وريته لكم في الحلقه اللي فاتت، فجبته وحطيته هنا مع ده وبقى شيست كبير يعني جدا، وبقى فيه كذا مربع كبير جدا جدا يعني ممكن نحط فيه اللي احنا عايزينه. دلوقتي يا شباب الايرون كله قرب يخلص يعني، وبقى معانا 22 ايرون ولسه في 15 ما اتعملوش يعني. دلوقتي يا شباب اول ما خدت الايرون يعني اتفتح لي حاجات جديده زي الدروع مثلا ومعدات الايرون برضه. دلوقتي يا شباب عملت الستيك يعني خدت منه 20 واحده عشان يعني ما احتاجش بعد كده. ودلوقتي معايا ايرون بيكاكس ممكن اعمله، فدلوقتي خلينا نضغط عليه وزي ما انتم شايفين عمل لي ايرون بيكاكس، خليني اخده واحطه معايا كده. والستون بيكاكس بصراحه مع السلامه، مش هحتاجك تاني في اي حاجه لانك ضعيف جدا. ودلوقتي ممكن ناخد برضو اكس يعني، ودلوقتي ممكن ناخد برضو سيف يعني عشان يساعدنا برضو ان احنا نقتل وحوش وكده، فخلينا ناخده ونحطه معانا برضو. ونودع السيف برضو الستون يعني لانه مش مفيد، ضعيف جدا ومش بيخليني اقتل اي حد يعني. ودلوقتي كمان اتفتح لي يا شباب ان انا اعمل درع يعني، فخلينا ناخد الدرع كده وهيستهلك مني يعني 8 من الايرون، فخليني دلوقتي اخده كده وهحطه معايا هنا يعني لغايه لما البسه بعد كده. ومش متبقي معايا يا شباب غير 10 ايرون. في برضه شباب خوذه يعني عشان ممكن تحميني برضه لو حد ضربني، فممكن اخدها كده واحطها معايا برضه. وفي الفرن كمان الايرون اللي احنا كنا سايبينه كمان خلص يعني، فدلوقتي معانا 14 و5 يبقى 19 وحده ايرون. ممكن يا شباب نعمل الايرون ليجنج اللي هي بتحمي الرجلين ديت، ممكن ناخدها كده ونعملها يعني برضه. والايرون بوتس يا شباب ممكن برضه ان احنا نعملها وكده. اعتقد ان احنا خلصنا على اغلب الايرون اللي معانا يعني، مش باقي معانا غير 8 بس. فدلوقتي خلينا نلبس الحاجات اللي احنا عملناها. اول حاجه نلبس الدرع يا شباب نحطه هنا كده، والخوذه طبعا نحطها برضه هنا كده، والبوتس نحطها هنا، والليجنجز نحطهم هنا. وزي ما انتم شايفين يا شباب بقينا لابسين درع كامل من الايرون يعني، ممكن يحمينا ويفيدنا كويس جدا ضد الوحوش وضد اي حاجه تانية ممكن تقتلنا. وزي ما انتم شايفين برضو استغلينا الايرون وعملنا سيف وبيكاكس يعني، ودول كمان هيفيدونا جدا ضد الوحوش وضد اي حد. دلوقتي يا شباب الدنيا ليل، بس زي ما انتم شايفين الدنيا منوره عشان انا حاطط نور بره يعني، وفي وحوش كتير زي ما انتم شايفين كده، فلازم ان احنا ندخل جوه وننام، والصبح بقى نبقى نكمل نشوف احنا هنعمل ايه. The next day. دلوقتي يا شباب عشان ازرع زي ما قلت لكم ممكن ان احنا نعمل دلو يعني عشان نحط فيه الميه، فدلوقتي عملت دلو من الايرون برضو ممكن ناخده كده ونحط فيه الميه اللي احنا عايزينها يعني. والله يا شباب زي ما انتم شايفين حاربت كريبر دلوقتي جنب البيت، وزي ما انتم شايفين فجر لي البيت كله يعني، فخليني كده اعيد ترميم البيت يعني واظبطه شويه وبعد كده ارجع لكم تاني ونشوف كنا هنعمل ايه يعني. المفروض ان احنا كنا هنزرع بس مش عارف الكريبر ده طلع لي منين بصراحه. دلوقتي يا شباب حاولت اصلح الاضرار كده على قد ما قدرت يعني، وخلينا دلوقتي نروح نزرع يعني. دلوقتي يا شباب المفروض ان احنا نعمل الارض يعني عشان تكون صالحه للزراعه، فالمفروض ان احنا نشيل العشب ده كده يعني زي ما انتم شايفين بالهو الخشب. دلوقتي يا شباب عملت الارض زي ما انتم شايفين كده يعني بقت صالحه للزراعه، لكن المفروض ان احنا نجيب ميه، فدلوقتي خلينا نجيب الميه. دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين كده ممكن نعمل الاثنين اللي احنا كسرناهم دول ميه يعني، ودول اللي احنا عملناهم صالحين للزراعه ممكن نزرع فيهم. فدلوقتي خلينا نروح بالدلو كده ونجيب ميه. دلوقتي بناخد الميه يا شباب ونملاها هنا كده زي ما انتم شايفين ملينا ميه يعني، هروح كذا مره وارجع يعني املى ميه كلها وبعد كده ارجع لكم تاني. 2 hours later. ودلوقتي يا شباب خلينا نزرع بقى السيدز اللي معانا زي ما انتم شايفين مليتهم ميه كده بقى شكلهم جميل بصراحه. فخلينا دلوقتي ناخد السيدز اللي معانا ونزرعها هنا. خلينا دلوقتي ناخد السيدز ونزرعها كده زي ما انتم شايفين. دلوقتي احنا بنزرع يا شباب، وطبعا التربه 100 100 عشان في ميه كتيره يعني موجوده. دلوقتي زي ما انتم شايفين زرعنا دول كلهم، والباقي الحته دي ما زرعناهاش يعني، في سيدز تاني في الشيست اللي جوه ممكن نروح نجيبها ونزرعها يعني. تمام دلوقتي يا شباب جبنا السيدز ونروح نزرعها كده زي ما انتم شايفين. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده بقى معانا يعني مزرعه حلوه كده جنب البيت، لكن محتاجه حمايه يعني عشان ما فيش اي حد كده يدخل عليها ويخرب الزرع يعني ويسرقه، فمحتاجين ان احنا نعمل لها سور يعني كده عشان يعني نظبط المزرعه بتاعتنا. فدلوقتي يا شباب في الكرافتنج تيبل في سور هنا، ولكن السور بيتطلب مني برضو الستيك اللي هي دي ومش معايا منها غير 13، فخلينا دلوقتي نشوف هنقدر نعمل كام وحده سور يعني. دلوقتي يا شباب قدرنا نعمل 21 وحده سور يعني، اظن ده عدد كويس. ممكن نروح دلوقتي ونروح نشوف هيكفوا ولا لا. دلوقتي نحط السور زي ما انتم شايفين كده يعني، بصراحه شكله حلو جدا. دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين حطينا السور كله يعني ثانيه كده اوريكم المنظر من بره يعني. زي ما انتم شايفين بقى معانا البيت وبقى معانا مزرعه كده حلوه كده للبيت يعني، ممكن نزرع فيها اللي احنا عايزينه. وزي ما انتم شايفين الزرع بدا يطلع كمان يعني. ودلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين الليل بدا يجي يعني، والمزرعه زي ما انتم شايفين بقى شكلها جميل جدا جنب البيت. فخلينا دلوقتي ندخل ننام، ولما نصحى الصبح بقى نشوف هنكمل نعمل ايه. ودلوقتي يا شباب في الكرافتنج تيبل برضه عملت باب يعني، ممكن اعمل باب هنا كده بدل ما احط وحده سور، ممكن اعمل باب عشان احاول ادخل منه براحتي يعني، لما اكون محتاج احط زرع مثلا او احصد المحصول اللي انا عملته فادخل براحتي من الباب يعني. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده بقى في باب هنا ممكن نفتحه ونقفله زي ما احنا عايزين زي ما انتم شايفين. ويا شباب المزرعه دي هتكون مفيده جدا لينا يعني، لما الاكل بتاعنا ينقص هنلاقي اكل على طول، مش هنضطر ان احنا نروح نصطاد كل شويه. فبس يا شباب دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها واستمتعتوا باللعبه. لو كنت استمتعت بالحلقه انزل تحت اعمل لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل سبسكرايب. وكان معاكم يوسف ومع السلامه.